ايه ده؟ ايه؟ انت بتعمل ايه يا بابا؟ انا كنت بعمل شويه عصير بس عشان لقيت نفسي متضايق قوي. قلت اما اعمل اي حاجه تفرفشني كده. العصير جميل بيفرفش، انا سمعت كده من الدكتور. دكتور مين اللي بيقول كده؟ دكتور نرويجي قال على الموضوع ده، قال متضايق اشرب عصير على طول. خليك معايا بقى، بص كوبايتين عصير بقى مالهمش اي حل يا بنت حنين. ماشي يلا بينا. عملت لك بقى شويه عصير يا بنت يا حنين، بص مالهمش حل. بتعمل ايه يا بابا؟ ايه باخد كوبايات من النيش، يعني في ايه المشكله؟ مش خايف من ماما؟ بقول لك ايه، انا ما بخافش من حد، وبعدين امك مش موجوده. انت وطي صوتك ليه يا بابا؟ الحرص واجب، ما انت ما تعرفيش يمكن تيجي على غفله. اجيب لك بقى كوبايه معايا؟ ماشي يا بابا. ماشي، هجيب كوبايتين حلوين قوي. بصي جبت لك كوبايتين بقى لهمش حل، كاسات اهي، ما بنشوفهاش دي خالص، محطوطه في النيش منظر يعني. خد يا حنين الشافي والدلاعي، الدلاعي يا حنين. الكوبايات دي عمرك ما هتشربي فيها تاني، دي فرصة. يا سلام، جميلة قوي، صح يا حنين؟ بصي بقى، انت هتقومي تغسلي الكوبايات ديت ونحطها في النيش عشان امك تيجي كأني ما عملناش اي حاجة، ماشي؟ ماشي. يا حستي السودا يا يما. خدي يا حنين، خدي يا حنين، عملتي ايه؟ اوعي يكون اللي في دماغي يا حنين. ايوه يا بابا، تصرف غصب عني يا بابا. امك لو عرفت هتخرب الدنيا. ما عملناش حاجة. ماشي يا حنين، بس اوعي تقولي لامك. عيب عليك يا بابا. استر يا رب يا حنين، قومي شوف امك شكلها جت، بس وحياة ابوكي ما تقولي لها على حاجه، لحسن دي لو عرفت هتنفخنا. لف يا بابا. ها يا ماما، بابا طلع كوباية من النيش وكسرهم. يا حنين يا فتانه، هو ده اللي مش هتقولي حاجه لامك؟ بابا ماما عايزاك. ما قالتلكيش عايزاني في ايه؟ ما لف.